لا شيء أكثر إجراما وعداء. حقد فاق كل الحدود. استهدف أبناء حلب الذين رفضوا الإرهاب ووقفوا في وجهه، فما كان من الإرهاب إلا أن استهدفهم ب3 تفجيرات انتحارية وقعت في ساحة سعد الله الجابري. الداخلية السورية أفادت بأن 34 شهيداً قضوا في التفجيرات الإرهابية، إضافة إلى 222 جريحاً من المدنيين والعسكريين، مؤكدة أيضاً أنها ستلاحق المجرمين القتلة ومن يمدهم ويأويهم، وأنها لن تتهاون في ملاحقة أعداء المجتمع السوري. وفيما تبقى أبنية الحي شاهدة على حجم الإرهاب، يبقى مشفى الرازي بما فيه من مصابين شاهداً على مدى الإجرام الذي لم يرحم حتى الأطفال. أول تفجير ما صار شيء، بس ثاني تفجير قلب البلور والحيط لعنا. أهالي الأطفال المصابين عبروا عن سخطهم إزاء مدى الحقد الدفين في صدور الإرهابيين، والذي لم يستثني أطفالهم الراقدين أمامهم على أسرة المشفى. انصاب التفجير الإرهابي اليوم الصبح الساعة تقريبا 8 اللي استهدف المواطنين كلياتهم، واحد الأشخاص أمري هو مستشفى الرازي. الله لا يحملون، الله لا يوفون، لا ييسر لهم خير ولا يوجه لهم الخير. صار شهداء، صار جرحى، كل شيء صار. أنا أختي راحت والمصاب هون بالمستشفى راحت كمان ماتت. الله لا يوفقهم إن شاء الله، الله لا يوجه لهم الخير. إلهي ربي. هذا عمل إرهابي، إيش بدنا نقول؟ أكثر من هيك ما بنحسن. من أسبوع أخوي توفى كمان استشهد، وما جزاة على الله. كل عم بيعمل هالشيء هيك بسويه، الله يجازيه. كبار السن لم يكونوا بأفضل حال من الأطفال، فكان لهم نصيب من إرهاب أعمى لا يعرف رحمة بكبير أو صغير. ما بقيت ألاقي شيء صار فوقي وغبرة وعتمة، ما بقيت هذا. ما طلعت أولادي جنبي، وينهم؟ أسمع صوتهم موجودين، صاروا يبكوا ويبحثوا. والله رحت أقبض راتب وصار اللي صار. كنت رحت أقبض راتب من؟ اي والله من بريد الجميليين. اي وصار الشغل يعني. حسبنا الله ونعم الوكيل. محافظ حلب زار جرح التفجيرات الإرهابية في مشفى الرازي، مؤكدا أن الإرهاب لن ينال من عزيمة حلب وأهاليها. الإرهاب ليس له حدود اليوم في حلب. اليوم في حلب يوم مظلم، لكن من هذا الظلام سنشعل النور، ستشرق الشمس من حلب، ستشرق الشمس إلى كل سوريا وإلى كل العالم، وسنسحق كل متآمر على سوريا. إنه الإرهاب الجبان، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. فلجوء الإرهابيين إلى هذا الأسلوب الدنيء في استهداف أهالي حلب إنما يؤكد إفلاسهم وهزيمتهم أمام صمود أهالي حلب.